بناتي الفضليات، ضيوفنا الكرام، أيها الشعب التونسي الذي يسمعني الآن في هذه اللحظة بواسطة هذه الأجهزة، أجهزة الإذاعة التونسية. أن هذا اليوم يوم المرأة التونسية لهو يوم عظيم، لأنه يذكرنا في يوم آخر مضت عليه 4 سنوات، 1900 برز فيه للوجود أعظم عمل، أعظم إصلاح يشهد التاريخ وسوف يشهد التاريخ من أعظم الإنجازات قامت بها هذه الدولة وهذه الحكومة وهذا الشعب منذ تسلم التصرف في حظه والتحكم في مستقبله، أي بعد الاستقلال. لهذا تروني وأني جئت بنفسي لأشرف على هذا المؤتمر. حبيت أن نعبر بهذا العمل على اهتمامي بهذه المؤسسة الاتحاد القومي النسائي التونسي، واهتمام بالأمانة اللي وضعناها في عنق هذه المؤسسة وفي عنق المسيرات لها، وأهمية تلك الرسالة بالنسبة لمستقبل هذه الأمة. على أن أهمية هذه الرسالة وأهمية النهضة النسائية بصفة عامة ظهرت منذ 4 سنوات عندما حققنا هذا الإصلاح بعد 10 أسابيع، أقل من 4 أشهر من تسلمنا مقاليد الحكم. لكن الوقت هذاك اللي كانت فرنسا ما زالت محتلة البلاد والمشاكل، ووقت اللي احنا حديثين عهد بالحكم وما نعرفوش كيفاش باش نجموا نسيروا، يا هل ما كناش مهيئين محضرين، ما وقعش تدريبنا، بمعنى دخلنا في معمعة فجأة. لكن الوقت هذاك أول ما بدينا به حظها الأمة هذه أصبح احنا مسؤولين عليه. المسؤولية الكبرى اللي كنا نكافحوا من الضمان اللي كنا نكافحوا من أجله، المنجالة اللي نصرفوا بها أصبحت في يدنا أول ما فكرنا فيه. قبل تحرير ما لا زال تحت السلطة الاستعمارية، قبل كل شيء النهوض بنصف الأمة التونسية اللي كان عبارة عن شيء مهمل عايش على الهامش، لأن شفنا في هالعمل هذا الحجر الأساسي لبناء دولة وأمة وحياة أفضل للمجتمع. لأن إذا كان الأمر ذاك اصدر نهار 13 أوت، بمعنى الأعمال التحضيرية كانت أسبق بكثير، وجولييه وأوت وإحنا في أخذ ورد وفصول ومشاورات ومفاهمات، وهذا الشيء اللي يتعدى والشيء اللي ما يتعداش، وربما هذا ومش يصادم ومش نعرف ومش تقوم زوابع في وجوهنا. فيوم 13 أوت برز للوجود، أنا صححت يوم 11، بمعنى هذا العمل العظيم اللي بعد 100 و200 و300 و1000 سنة
في التاريخ يحكم وأنه هو اللي كان الساس متاع نجاح الدولة وبناء أمة وبناء مجتمع فاضل. لأن كانت هالمسألة هذه شغلنا الشاغل من قبل المرأة، وبلاش نهوض بالمرأة ما يقع شيء، ونقعد نكونوا في الرجال ونخدموا فيهم ونعملوا دعاية، ومنها بعد أولاده يتربوهم المرأة متاعه اللي هي ما زالت في الحصل في العصور البدائية، ونعاودوا المعبوكة هي من جديد، بحيث ما دام نخدموا في الناس الكهول الكبار. هذه الفكرة خامرتنا من وقت حكم الفرنس، لكن بما أن ما كانش مقاليد الحكم في يدنا، ما كناش احنا نسيروا في دولاب الحكم، كنا خايفين من الحركات التحريرية متاع المرأة. ما الحكم هو يحب يعمل لها تعليم خاص ويحب يدخل انت الحاصل معناها التعليم، لكن المصيبة بكوننا كنا خايفين ما نطمئنوش للاتجاهات والغايات اللي كان يرمي إليها، يرمي من ورائها الاستعمار من المركز متاعه في البلاد هذه، إلى تفريق الكتلة هذيك متاع العائلة، إلى إخراج المرأة من هاك الجو هاك في عصر كانت السياسة متاع النظام الاستعماري من طورنا ترمي الشخصية في الشخصية الفرنسية. كنا نظرا لأن مش قادرين باش نسيروها في الطريق المستقيم، كنا في بعض أحيان نعارضوا في التطور، نعم بعض إصلاحات لا بأس بها خايفين منها، لا مخطئ، هذا الشيء العظيم. هذا نلقوه الآن في الأمة الجزائرية المجاورة. الأمة الجزائرية نلقاه في الجبال مع المجاهدين، ثم حركة تحريرية في وسط آخر، والمرأة ولا تشارك وتنحت الحجاب تحصل معناها وتكافح وتتزوج تحصل إرادتها وموافقتها تحصل معناها وجميع الضمانات. بمعنى هاك الإصلاح الجزء الأوفر من الإصلاح اللي أدخلناه تلقاه موجود في الثورة، في رجال الثورة وفي الجهات اللي مسيطر عليها الثورة، لأنهم مطمئنين للاتجاه ولرجال الثورة والغاية اللي رموا إليها من الخروج وقت اللي يخرجوا من هاك القشرة متاعهم وهاك العوايد والتقاليد، بمعنى ما تماشي حرج، مطمئنين. في الوقت اللي في المناطق المسيطر عليها الحكم الاستعماري يحاولوا باش يجربوا يعملوا كيفنا وينحيوا الحجاب قالوا لا، يمانعوا، لأن هاك الحجاب على ما فيه من مضار جزء من شخصية الشعب الجزائري اللي هو مضطر باش ينكمش عليها، وبمعنى يحافظ عليها على ما فيها من عيوب باش ما يفردش فك الشخصية متاعه حتى ترجع له مقاليد الحكم، ينجم بصلها يتصرف تصرف المسؤول في جميع العوائد والشعائر والعادات الموروثة، بحيث هذا كان موجود في تونس. في بعض أحيان يذكروني بأن في عام 29 أنا في محاضرة عرضت في رفع الحجاب، لكن 29 كيفاش كانت الأمور؟ جاءت تحت إشراف تحت الجمعية الفرنسوية، وجاءت هكا بلهجة متاع تذمر وتشكي واحتقار هكا، والمسلمين كيفاش يعملوا لنساهم، والمسلمين كيفاش يعملوا لنساهم، تحصل الناس تضحك تسفيق وكذا. فلا محالة وقعت مع برشا ناس من الجماعة هكا المتزمتين فهمتوا لا ودستوريين قدماء تحصل عارضوا وقاوموا، لكن باش قاوموا بأن الحيات والجلباب والجلابيب، ويهترى الآية اللي فيها الجلباب يهبط الجلباب حتى الوجه، وأنه مثل حصل الراس وكذا.
بمعنى قلت هذا كلام فارغ، بمعنى وقت اللي يترجم هذا بالفرنساوي غدوة الفرنساوي يقول له إذا كان معناها ما فيش نتيجة. فخذيت الكلمة ذاك أنا كنت هكا من جماعة شاب هكا متحدث، وخذيت الكلمة خذيتها معنى وقعت رجة هكا في الجماعة نتاعي هكا، كيفاش الحبيب هكا هذه قلت لهم الحجاب لابد يزول، ماشي يزول ويلزم يزول. ما قالوا باش يزول، سنة التطور يلزم يزول، والعدل والإنصاف يلزم يزول. هذا الجلباب على جهة من تحصل حق، وسنة الحياة وضرورة الحياة شيء آخر، لكن مش بالطريقة هذه. الظروف اللي احنا عايشين فيها ذاك جزء من شخصيتنا. لو كان غدوة ننزلوا على النساء باش تخرج من الحصل معناها عراية، بمعنى تشعر بنفسها وأن قطعت الصلة مع ماضيها وتفرنطت ولات مودة، ولات مثل الحصل معناها مودرن، فتولي تمسخر على امها وعلى عائلتها ومدرسوها ومساخر، بحيث بمعنى الصلة هذه كانت تنقطع. احنا توا في الوقت اللي احنا فيه مهدين بالمحق والابتلاع والاندماج والفرنصة، وقت اللي يلزمنا نشدوا مثل الحصل في شخصيتنا ونشدوا فيها بتمامها وكمالها بكلها، حتى الشيء الفاسد فيها ما نسيبوش فيه. لأن هاك الشيء الفاسد اللي قاعد يعرقل لنا في التطور بتاعنا، إذا كان فرنسا هي لما تتكلف باش تنحيه، ما عندناش سلطة باش نعرف واش باش تحط في مخاطه، هو بردو هتخليه مشومنا انت الحضر، خلينا ننتخبوا يجينا معاش وانا ايه. هذا اللي خلانا بمجرد ما تسلمنا مقاليد الحكم وجاء ضمان في يدنا، قلنا اول شيء هذا هي التأثير متاعه بعد 10 20 100 سنة بتحصل، نبدأوه من توا. لكن نعرفوا لما مش نتلقاو مش تعرضنا صعوبات، ان الافكار والاذهان مش كلها قابلة تطور هذا، اي والعادات عندها سلطان على البشر. الانسان ديما يحن ثم يشعر بحنين على العوائد القديمة اللي مستنس بها، ويتذكروا الشباب نتاعه والطفولة وامه ووالدته وكذا، وماذا بيه هكا مثل حط الامور تمشي هكا باستمرار هكا من غير شيء هكا يصادم هكا العوائد. ثم ما هو اكبر واخطر، العوائد هذه اللي هي يشعر فيها من اصل الانسان نحوها بحنين، اخذت صبغة دينية عاملة بمعنى الدين، وهذا دين والمرأة والحرمة والعورة بحيث هذا مثل كبيرة ياسر. والآية هو قالوا الآية قال انت حصل، قلنا يلزمنا الساعة اللي نشوفوه لابد منه، اللي نشوفوه ركن أساسي وشرط لا منص منه لتقدم المجتمع التونسي.